بتوصل لنا دايماً أسئلة يا ترى إيه الأفضل؟ إنترلاكن في سويسرا ولا زلمسي في النمسا؟ هل ننصح بزيارة إنترلاكن وزلمسي في سفرية واحدة؟ وهل الطبيعة في إنترلاكن أجمل من زلمسي؟ كل الأسئلة دي وأكتر هنجاوب عليها في حلقة النهاردة من لف وشوف مع منفيس، في مقارنة ما بين إنترلاكن في سويسرا والزلمسي بالنمسا. لف وشوف مع منفيس. لف وشوف مع منفيس كل خميس. خلينا مبدئياً نعرفك على وجه الشبه بين إنترلاكن وزلمسي. إنترلاكن وزلمسي الاتنين بيقعوا في منطقة جبال الألب، وهي تعتبر من أجمل المناطق في العالم من ناحية الطبيعة، وطبيعة المدينتين تعتبر متقاربة جداً، كأنهم سبحان الله لوح فنية طبيعية. إلا إن الاختلاف إن إنترلاكن بيغلب على طبيعتها الجبال المتلاصقة والطرق الجبلية الضيقة والبحيرات، على عكس طبيعة زلمسي فهي طبيعة سهلية أكتر وبيغلب عليها الأنهار أكتر من البحيرات. إنما لو هنتكلم عن أوجه الاختلاف بين إنترلاكن وزلمسي فخلينا نتناول ده في شكل نقاط. المناخ، بالرغم من تشابه طبيعة إنترلاكن وزلمسي الجبلية، إلا إن مناخ إنترلاكن مناخ قاري معتدل، أما المناخ في زلمسي فبيكون أكتر برودة في الشتاء. المواصلات والتنقل جوه المدن، شبكة المواصلات والبنية التحتية في زلمسي عظيمة جداً، وفيها كل حاجة، أتوبيسات ومترو وترام، وبتمتاز إن طرقها واسعة وبتوفر مواقف في كل مكان تقريباً. نظام المواصلات كمان في إنترلاكن مش بتقل كفاءته عن زلمسي، وبيكون متاح محطتين القطارات بيوصلوك لكل مدينة في سويسرا، وطبعاً بيكون في أتوبيسات لتنقلاتك جوه المدينة وكمان للقرى اللي حوالين إنترلاكن. السكان، كتير من المسافرين أجمعوا إنك هتحس براحة نفسية أكبر في زلمسي عن إنترلاكن، وده بسبب ود شعبها وتعاونهم معاك كسائح. اللغة المستخدمة، بالرغم إن الألماني هي اللغة الأكثر استخداماً في كل من إنترلاكن والزلمسي، إلا إنهم مختلفين. في إنترلاكن مثلاً بيتكلم السويسريين ما يعرف بالألمانية السويسرية، ودي بيكون ليها كلماتها الخاصة بل ونطقها المختلف عن الألماني الستاندرد اللي بيتكلموا بيه في ألمانيا. كذلك الحال في الزلمسي. المطبخ، الاختلافات ما بين المطبخ النمساوي والمطبخ السويسري مش كبيرة، لأنهم الاتنين متأثرين بالمطبخ المجري والإيطالي والألماني، ولكن ده ما يمنعش إن كل مطبخ ليه الأطباق اللي بتميزه، زي الجبن والشوكولاتة السويسرية والفينا شناتسل والزاخاتوطة من المطبخ النمساوي. ما حول إنترلاكن والزلمسي، الدول اللي حوالين إنترلاكن والزلمسي ممكن يكونوا سبب تختار على أساسه. الدول اللي حوالين زلمسي مثلاً تكاليف السياحة فيها منخفضة، زي التشيك، سلوفاكيا وسلوفينيا. إنما لو هنتكلم بعيداً عن تكاليف السياحة فالمسافة كمان ما بين إنترلاكن وبعض الدول الأوروبية زي ميلانو في إيطاليا وليون في فرنسا تغريك إنك تختار إنترلاكن. إنما دلوقتي فخلينا نقولك على عامل من العوامل المهمة جداً واللي ممكن تقرر على أساسه هتختار إنترلاكن ولا زلمسي، وهو الأسعار وتكاليف المعيشة. طبعاً الأسعار في سويسرا تعتبر أغلى بكتير من النمسا من حيث كل حاجة، الإقامة، المواصلات، المطاعم والكوفي شوبس والأماكن الترفيهية. إنما المعيشة والأسعار في الزلمسي تعتبر أرخص بل وأفضل. الإقامة مثلاً، الإقامة في الزلمسي تعتبر أرخص بل وأجمل، لأنها بتكون في شقق راقية وحديثة. إنما في إنترلاكن فالغالبية بتكون نظام أوروبي تقليدي وأسعارها أغلى بكتير. المطاعم العربية، المطاعم العربية كمان في زلمسي كتيرة ومستواها كويس جدا، وإن كانت أسعارها غالية بعض الشيء ولكنها ما تتقارنش بإنترلاكن. فإنترلاكن مش بس أسعار المطاعم تقريبا الضعف، ولكن كمان خيارات الأكل فيها محدودة. من حيث الشوبينج والأوتلت، بتتميز زلمسي بقربها من الأسواق والأوتلت الألمانية والمتوفرة بشكل كبير قريب من ميونخ، على عكس إنترلاكن فهي بتفتقر لده، ويعتبر أقرب أوتلت كويس بالنسبة لها على مسافة أكتر من 4 ساعات. الأنشطة الترفيهية، التسلق والرياضات المائية واليوجا والجولف وركوب العجلات والتزحلق على الجليد
دي كلها حاجات تقدر تعملها في الزلمسي بتكلفة أقل 3 مرات عن قيمتها في انترلاكن. زي مثلاً رسوم ركوب التلفريك لقمة تطلس في انترلاكن بتوصل ل 95 فرنك سويسري للشخص الواحد، يعني 90 يورو، في حين رسوم ركوب تلفريك قمة زلمسي بيكون 30 يورو للأدالت. ودلوقتي بنكون وصلنا لسؤال: هل ننصح بزيارة انترلاكن والزلمسي في سفرية واحدة؟ فإجابتنا على السؤال ده بتكون لأ، لأنه زي ما ذكرنا إن الطبيعة متقاربة جداً لحد التشابه بين المدينتين، بل وبعض المسافرين أجمعوا إن طبيعة زلمسي أجمل من انترلاكن. السبب الثاني هو إن المسافة ما بين المدينتين 500 كيلومتر، وإن كانت تبدو ليك المسافة بسيطة بعض الشيء، ولكن مع المرور على المدن والطرق الجبلية بتوصل سرعة القطر ل 80 كيلومتر في الساعة وأوقات 50 كيلو في الساعة، يعني المسافة ما بين المدينتين ممكن تستغرق منك 7 ساعات أو أكتر. وآخر نصيحتين ممكن نختم بيهم حلقتنا: لو ميزانيتك للسفرية دي محدودة أو بتفكر تسافر مع أسرتك وأطفالك، فالأفضل ليك إنك تختار زلمسي، لأننا وزي ما ذكرنا إن الأسعار وتكاليف المعيشة أرخص، وكمان الأماكن الترفيهية بتكون متوفرة أكتر في زلمسي. بنتمنى إن محتوى حلقتنا النهاردة يكون عجبك. لو عاوزنا نتناول مواضيع تانية زي كده اكتب لنا في التعليقات، وما تنساش تضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بحلقتنا الجديدة الأسبوع الجاي.